الله الرحمن الرحيم. العلة السادسة التي تشترك الذي من الصرف الوصف وصفه كأحمر وأفضل وكأحمر وزن فعل وصفته أفضل شيء وسكن غضبان أجي وصفيته الفنون هاتيتا وغضبان أجي وصفيته وصفيت زب وزن فعل رجد بس من صرفه وبأوي رجد به بعد لي رجد به وصفيت وبألفنون رجد به وإني على ميرانه ويشترط لاعتباره أمنان شرط جبو اعتباره أوي وصفيته دتشت بل شو سامع صفيت دش لازم أحد ولا صار غير وصفيته ما أصلي بقى غير عارضي بناب بل فلو كانت الكلمة في الأصل اسما أجل كلمة أصل يوضع اسم من وصفه ثم اضطرت للوصفية بشيء زي بيدا وصفية لم يعتد بها أو وصفية من أصل في ذا اعتبار بي تنه فهمت كيف؟ بل اعتبار بي تنه وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا مثلا أنا صفوان نقول أصلي معناه كفره بل أرنب أصلي معناه كيروشكي ترابي فانا درخي عن معناهم الأصلي معناه وانا أصلي كي معناه أصلي شيء هو الحجر الأملس صفوان كفري حلو كفري ودوس بل والحيوان المعروف أرنب جتو حيوان بلين كيروشك بل إيجاد فاناج معناه وان درخي واستعملتهما بمعنى قاسين وذين ترابي صفوان بمعنى قاسين وصف كتير بوصف يعني قاطي بل وأرنب بمعنى ذليل يعني أو ضعيف فقلت هذا قلب صفوان تنسى نابج وقت من هي وصفيتها بخير غير مثال تبي هذا قلب صفوان تنوين بيشي بل وهذا رجل أرنب تنوين بيشي شيء وصفيتين أصلية فإنك تصرفهما لعروض الوصفيات في نتيوان صرفك في وصفية دواندا قارتين فهمت كيف؟ بل الثاني شرط ذو وصفه أن لا تقبل الكلمة تاء التانيث قال كلمة تاء التانيث قبول نكه بل وأجر وصف قبولات كتابك معناه وصفيته ضعيفة نابس من أصله بل فلهذا تقول مررت برجل عريان ميزه شو معنى عريانتي بل هل ممكن رمضان وصفه واوجدت هي افلون جديد هي اما جبوك قبلات هيتلكت معنى تيتي بوصفتي ده ضعيف وبرجل ارمل مثلا رجل ارمل شو ارملت معنى سوي يعني زلامي بيجن بيلقى بيجن شبين ارملت قبلات هيتلكت بل هل دوجي بالصرفي نوري جمالي قول في المناثة عريانة شو المسد المناثة عريان رات بيجن عريانات وجي مناثة ارملي راج بيجن ارملت بل بخلاف السكران وأحمر أو نورينه فإن معناه ما سكراء إيه مثلا سكران معناه سكراء مثلا نبتيه بل وحمراء إيه أحمرش حمراء زانبتيه بل طبعا هذا سمع أصل فيه فهمت كيف بغير تايوان العلة السابعة التي حفظها الجمع جمع والشرط الشرط الجمع أن يكون على صيغة لا تكون عليه الآحاد قال سر وزن كبه مفرد سرينين بل معنى تقام جمع هو يعني بل أصل الجمع جمع يتقدم أصدار كذا جمع نابل نعم ونوعان أبجد الشاشتين مفاعيل كمساجد ودراهم ومفاعيل كمصابيح وطاووس طبعا أي برد وصل بين مفاعيل فواعيل فعاليل فعاليل سليمان الخيل ما وصلت هذا البيش بل طبعا أبيض أي يعني فانانة مفاعيل بيت وانا أجي يعني يجيبوك سر كيفن بني وزن فانا بيت لومات بيش وصل صوت مثلا أفاعيلنا وزن مفاعيل تمام كمصابيح وطواويس وكمصابيح وكطواويس العلة الثامنة الزيادة التي حشتها زيادة زيادة والمراد بها الألف والنون زائدتان ها نحو ثكران وعثمان وكا سكران وكا عثمان إيه تنكر أنت تستاذ العلة التاسعة ها بل إنها التأنيث تأنيث وهو على ثلاثة أقسام تأنيث يقسم تأنيث بالألف يشقب تك على تأكيد بقامة مقابل على تضاد بل هو رك حبلا شاء ألفا مقصولة به وكا حبلا يبشي همزة له والصحراء شاء ألفا ممدودة به أو بشي همزة هي وكا صحراء وتأنيث بتاء تنسب تك طلحة وحمزة طلحة وحمزة تنسب تك هو شو من بل الناس نافي مذكرة وأوجد بس من عصر فيه وتأنيث بمعنى وتنسب معنى وكزينب وكسعاد نافي بينكم والتأثير الأول من في من الصرف تأثير أب ألفه من الصرف ده لازم المطلقة مطلقة لازم يعني شو لازم من غير شرط شرط يتوني يعني قالك علامة رابو فلان تشكي وريتوني كما سيأتي تمام بل والتي قامت بخبي تعالى تضعي والتأثير الثاني تأثير أك وقت طلحة حمزة باء مرشوط بالعلامة أب تبه
بلس وقرأ بعلامية ترى كما سيأتي وجوره. والتأثير الثالث تأثير إيكو مؤنث معني بك زينب سعاد وكونا كتأثير الثالث وش قرأ بعلامية بك دوحي. لكنه تارة يؤثر وجوه من الصرف أما إبيتي تنسى معنوي واتك علمية بيرها بجانا تنسى واجبي به من الصرف واجبي به بس بوجوب جانا بس بجوازي بلس وتارة يؤثر جواز جانا تنسى جاز بنا من الصرف. فهمت كيف؟ بلس مثلا أنا هند بزوجة تنسى معنوي هي وعلميتي هي ما تنسى من الصرف جازية بلس شنو كورتاوي ساكنة چونکه بلس بیش شرط تنیس معنوی شبوك تنیس شبوك منصف واجبه گره یا زیاده هبه یا ارتای حرکلی به یا نقلش مذکره هبه بيز نقول يتا انجيد بيش ايه بنقلش مذكرة تمام. تمام فالاول مشروط بوجود واحد من ثلاثه امور. منع تاثير وجوب يبكي اولا ايه تاثير واجبنا مع الصفه يبكي خاطر شرط كلمه هبونا يكيش سيتشتا بلس شنو هي يكيش اما زيادته على ثلاثه حرفين قال قرب تنسى معنوي راح هم علميات هم زياده هبه بلس زياده سياسي حرفوك سعاد وزينب. واما تحرك الوسط ديال بس يحرف بها اما ارتاح حركه بك سقر كسقر ولا ضاء بلس طب جهنمينه. ومن العجمه دياج عجمه بيربا قلتيه عجمه بيرهبه يعني خيلي قوي خيل تريسو علاميات وعجبتي اي وكا حماه وكا جور وكا حمص وكا بلخ تمام. بلس حماه شي حماه هي جنبي ناصية حمصة يا بنصة ها حمصة حمصة حمصه كحمصه بس صاد بس تمام ابيض ورا وراسه شنو حماه بقى زيدي وزيدي الساحه فايزه إذن حماه ياسكي او حمصه تمام. وجور يعني جور حمص بلخ باشقه وحمصة وبلغا تمام بسريع سريع شيء كماهي ها كماهي ما ماهي كماهي ماه بلس تمام ماه دبا كماه يانش ياسكي ها الفرح حماه ياسكي كماهين يعني وجورين وحمصين وبلخين تمام. يعني عجبت بوانا تبيج كماه وجوره وحمصه وبلخين وعجبت وانا هي كماه يا ماه بلس يا حي في ياسكي يعني شاسكي شي حي شرح في ذات. والثاني مع ذلك إذا يكون نوها بن يجبانات تنبه تنسى معنوي هبه وعلمية هبه ويجبانات تنبه يعني زيادة تنبه ارتاض حركة تنبه عجبت تنبه ويش أخي تنسى إجاسي يعني مع صرفة إجاسي كهندين تكالبي هندي كالبي هنده دعدين بيج دعده جمالين تكالبي بيجي وده جمالين جملين جربه شو ارتاح حركة بيش بوكا سكر بلس كان شاسكي. فهذه يجوز فيها الصرف وعدم فناجة صرف وغير مصرف هدو جاسي تمام. وقد اجتمع الأبناء في قول الشاعر هم مصارتين غير مصارتين هاتين 12 عريضة وتي لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسقى دعد في العلب بين نبيشان ديه بزيادة بونا بيشا خو دعدو تدي بيلك بيشا خو دافت السلسلة خو وانا أهلي قندا شو أبي خو الدنيا وانا أبي أيديها بون كساني أيديها بون بلس إذا بدعدو ورينك يعني بيشا خو دافت السلسلة خو ولم تسقى دعدو في العلبي وناطي أفضاين دعدو دع البكادا يعني فنجان أفخارية باردا يعني في دعدو أول نكويلية شيلية بزد أول أو داي تنوين داي كي قلت دعدو منصرف كليه أدوا ده قلت دعدو تنوين داي كي خير مصر. بلس فهذه جميع العلل حسب أنا حتى فرت تمام علتها أثن. وقد أتينا على شرحها ما شرحها واناني شرحا يليق بهذا المختصر طبعا المفروض ليش نكلمه تقول في كتابك كل آية في كتابك شرح كوري ماني. بلس ثم اعلم انها على ثلاثه اقسام تزام بضان على تفسير قسمين. الاول ما يؤثر وحده ثاني بمعنى صرفي ولا يحتاج الى انضمام علة اخرى يحتاج الى انضمام علة كذني تني بلس وهو شيئان يجد دونه الجمع جمع جمع والف التانيث هذو الفي تانيثين تمام. بلس ألفية مقصورة فمبدودة شغم تجمعها مفاعل ومفاعل بيقوتوا وهذول ألفية تنسي. بلس والثاني ما يؤسس بشرط وجود العالم التنسيق يقرأ علاماتها ببيرة. وثلاثة أشياء وش سنة التانيث بغير الألف تاني سنة بألفية بقى مجبور بعلامات طابع خاص بلس بقى تاني سنة معناه خاص بقى بتيبة نوري. بلس والتركيب وتركيبها سبع علامات طابع عندي بلس كلمة مثلا العجبة بعلامات طابع مثل نحو فاطمة وعلامات تانيسة زينب تانيسة معنوي وعلاماتها مع عندي كلمة تركيب وعلامات إبراهيم عجبته علامات. بلس ومن ثم مجبوب قاسي انصرف صنجت منصرفه وإن كان مؤنث الحال بكل تانيسة عجم جهية
اما عجميت كده علامات هذا عجميت طبعا تنيس انا نفس نفسي تنيس ابي علامات جنابه هل دواي هنا جناب بريسي والصولجان مثلا وين كان عجميا ذا زياده من الصولجان هم عجميه هم الفنون مزيت ده هم الفنون مزيت كده يا وصفه ربنا يا بعلامات ربنا بريسي نوري وعجبت شيء كده لم علامات ربنا عجبت الفنون فايده جنابه بريسي ومسلماتي ميزه تنيس هي وصفيته هي اما تنيس قال بشي ربنا وصفه ده نفس ما قال بعلامات ربنا نوري بريسي وإن كان مؤنثا وصفا مثل ولو مؤنث وصفش نوري بريسي لينتفاعل على البيت فينا شوي على البيت فنادتنا فناب سيمنعها صرفي بريسي والثالث إيه السيما يؤسس بشرط وجود أحد أمرين تأسيس كذا من صرفي يك تشتهي بس بريسي شيء أو بعد ذلك بشهد يوان هدو تشتهي العالمية أو الوصف يعني دباب علامية رابط بوصفش وثلاثة أيضا أبي السنة العدد مثلا عمر وبعلامية راه بريسي مثلا ثلاثة بوصفة راه بريسي هذا بوصفة راه مثلا وزن فعل احمد ويب على 100 رايه افضل وصفه رايه هذه بريسي رجبه زياده مثلا عثمان على 100 رايه سكران وصفه رايه بريسي مثال واش قول بيجاها مثال تسمع مع العربيه ميزو عمر ويعدل على 100 راهاتيه احمد ووزن فيل على 100 راهاتيه وبوصفه راشتي والسلمان فنطب بأوي على 100 رايه نوري بريسي عمر عدو على 100 احمد وزن فيل على 100 سلمان الفنون على 100 بريسي ومثال تسمع مع صفات مثل ثلاثات عدل ووصفيات احمد وزن فيل وصفيات سكران الفنون وصفيات بريسي ديا بريسي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين